هو ايه سر التشابه الرهيب اللي ما بين اخناتون وحارس المقبرة بتاعته دلوقتي؟ والغريب بقى في الكلام اللي بيقوله الحارس عن التواصل اللي بيحصل ما بينه وبين اخناتون. طب هل الموضوع ده اتكرر قبل كده ولا دي اول مرة؟ طب تفتكر ان اخناتون طلع هو اللي بيحرس مقبرته بنفسه ولا ايه؟ انا عشق لاخناتون اكبر من ان حد يتكلم فيه، لان انا هو انت يا اخناتون. انا معشقه عشق الملكية. الحكاية بتبدأ في مارس 2024 مع مهندس بيحب الآثار والحضارة المصرية جدا اسمه كريم بدر. الراجل كان بيحب يصور ويوثق كل الرحلات بتاعته وكل الزيارات بتاعته للمعابد. وفي يوم من الأيام طلع رحلة مع صحابه لمدينة تل العمارنة اللي موجودة في المنيا، ولف على كل المقابر والآثار اللي موجودة هناك. وآخر مقبرة المفروض ان هو كان يزورها هي مقبرة اخناتون، وبالفعل راح لها هو والجروب بتاعه. وساعتها قابل حارس المقبرة بتاعت اخناتون الحاج كامل مراد جلال. الراجل ده كان بيحرس المقبرة بتاع اخناتون من زمان جدا، وتحديدا من سنة 96. المهم عم كامل كان لطيف جدا معاهم، فكريم عرض عليه ان هو يصوروا صورة، وبالفعل وافق. وفي الاول ما كانش واخد باله ان عم كامل شبه اخناتون. المهم بعد ما روح والرحلة خلصت بيبص في الصور ويتفاجئ بالشبه اللي ما بين اخناتون وعم كامل حارس المقبرة. فراح منزل الصورة على الفيسبوك وكتب شبيه اخناتون. طبعا الصورة لفت وانتشرت وعملت قلق، وانت اكيد شفتها. لحد هنا ممكن نقول ان دي صدفة، حاجة وارد ان هي تحصل، يخلق من الشبه 40 يا اخي. المهم بقى مش الشبه بس هو اللي غريب في الموضوع ده، وده لان عم كامل لما اتعامل معاه لقاءات وفي ناس استضافته قال كلام غريب الى حد ما. الكلام ممكن يكون اغرب من الشبه اللي بينهم ذات نفسه. الحاج كامل كان بيتكلم عن اخناتون بكل حب، وبيقول ان هو كان راجل مسالم وراجل كويس وكل الكلام الحلو ده يعني، لدرجة ان هو قال ان هو بيحب اخناتون من وهو صغير ومتعلق بيه حتى من قبل ما يعرفه. وقال كمان على نقطة غريبة، قال ان هو عاش معظم حياته في مدينة اتون، وانه لا اراديا بيلاقي نفسه بيحب الاله اتون اللي هو اله اخناتون، وبيرسمه كمان من نفسه. انا متخيل في بعض الاحيان ان هو جوايا كله، بتصرفاته الحكيمة، بأدبه، بزوجه، بأناقته، انا حبيت اخناتون بجميع اوضاعه وجميع افكاره. على الرغم من ان هو مؤمن وموحد بربنا، ولكن دي كانت حاجة تلقائية هو بيحبه. واكد كمان ان هو ساب حياة الرفاهية والبيوت العادية وراح بنى بيت من الطوب اللبن عشان يعيش في مكان عاش فيه اخناتون. الحاج كامل اتكلم برضو مع الصحفي وقال ان هو بيخاف على الاثار جدا. هتقول ما دي حاجة عادية، ده اكل عيشه وشغله، ولكن بيخاف عليها كأنه هو اللي نحتها، كأنه هو اللي عاملها اصلا. ده احساس من جواه. الغريب بجد بقى ان الصحفي لما سأله سؤال وقال له هو انت بتحس ان اخناتون بيتواصل معاك او بيجي لك وبيكلمك؟ عم كامل رد عليه وقال له دي اسرار وحاجات ما ينفعش احكي لك عليها. كلمكش جالك مرة حسيت ان هو بيكلمك وانت بتكلمه؟ دي يا استاذ احمد ممكن تكون اسرار روحانية، الافصاح عنها مش ميبقى بالكلام برضه. وفي النهاية قال ان مفيش حد يقدر يتقمص شخصية اخناتون، وان لو حد مثل ان هو شبيه ليه او بيتقمص شخصيته هيبان عليه، ولكن لازم يكون في تواصل ما بينه وبين الروح نفسها علشان الشبه يكون خلقا وخالقا. طبعا كلام عم كامل عمل قلق،
وناس كتير بدأت تفكر فيه. هو فعلا في تواصل ما بين اخناتون وعم كامل؟ طيب بما ان المصريين القدماء كانوا مؤمنين جدا بالبعث والحياة التانية والحياة الابدية، فهل طبيعي ان عم كامل يكون بيحب اخناتون بالطريقة دي ويحس ان هو جواه بيتواصل معاه؟ طب ايه سر الشبه ده برضه؟ خد بالك ده خلى ناس كتير قوي مقتنعة ومؤمنة ان روح اخناتون هي اللي دلوقتي جوه عم كامل، وان اخناتون هو اللي بيحرس نظارته بنفسه. نظرية غريبة والكلام مش هيجيبها، ولكن في حاجة انا عاوز الفت نظرك ليها. عائلة اخناتون كان ليها في السحر والمورائيات، ولا انت نسيت اللي حصل مع ابنه توت عنخ امون؟ المقبرة بتاع توت عنخ امون لو تفتكر كان عليها تحذيرات ان اللي هيزعج الملك هيموت، وبتحذر اي حد يخش للمقبرة. وبالفعل الناس ما اهتموش للتحذيرات دي، وبالفعل اتحقق الكلام بتاع التحذيرات بتاع المصريين القدماء. الممول بتاع الرحلة مات بمرض غريب، واخر كلمات قالها قبل ما يموت اشعر بالجحيم. ووراه مات كل اللي دخلوا في المقبرة لحد ما وصل عدد الضحايا اللي ماتوا ودخلوا المقبرة ل 22 شخص. وخد بالك موضوع لعنة الفراعنة ده مش بس احنا المصريين اللي مقتنعين او بعض مننا المقتنعين ان هو موجود، وده لان الاجانب برضو مقتنعين ان المصريين القدماء كان ليهم لعنات. والدليل ان هم الفوا كتب قد كده بتتكلم عن المصريين القدماء ولعنة الفراعنة. انت نفسك لو دورت ورا الموضوع هتلاقي ان في معلومات غريبة جدا وحاجات من نفس القبيل. المهم ليه بقى مستبعد ان يكون في تناسخ ارواح؟ وموضوع تناسخ الارواح ده حصل قبل كده، وفي علماء ومؤرخين شاهدين عليه كمان. انت ناسي الحكاية بتاع ام سيتي اللي هي دوريسي ايدي، البنت الصغيرة العادية خالص اللي كانت بتلعب في يوم من الايام ووقعت من على السلم، قلبها وقف والمفروض ان هي ماتت. كل الدكاترة قالوا ان البنت ماتت، وسبحان الله البنت تقوم تاني من على السرير في المستشفى وتمشي والحياة ترجع لها. الغريب ان هي لما فاقت كانت بتتكلم كلام غريب. دي كانت كمان عارفة لغة محدش عارفها، اللي هي اللغة الهيروغليفية. البنت عرفت اللغة منين؟ وبتقول كلام غريب، انا البيت بتاعي فين والقصر فين. المهم البنت كلامها كله عن المصريين القدماء، فاهلها خدوها وراحوا بيها في مرة للمتحف المصري البريطاني، ويتفاجئوا ان البنت الصغيرة عارفة اسامي الملوك والتماثيل بتاعتهم. دي كمان كانت بتميل على ايديهم وتسجد لهم، وبتقول لاهلها ان دول اهلي. المهم دورسي بتكبر وتعلقها بالمصريين القدماء والحضارة المصرية بيزيد اكتر واكتر، لحد ما اتعرفت على شخص كان مغرم برضو بالحضارة المصرية، واتجوزوا ونزلوا على مصر. ساعتها دورسي اعلنت ان هي جواها روح كاهنة فرعونية. الكلام يبان غريب ومحدش يصدقه، ولكن بالفعل دورسي كانت بتدل العلماء وبتدل الناس على اماكن لسراديب واماكن محدش عارفها اصلا، اكتشافات وسراديب للحضارات المصرية محدش كان لسه اكتشفها. ومن غير دورسي الخبايا بتاع المعابد دي محدش كان هيقدر يكتشفها اصلا. دورسي كانت بتلبس لبس الكهنة بتاع زمان، وكانت بتتكلم عن الاثار والحضارة بكل حب، لدرجة ان هي كمان اشتغلت في المعابد. الست تم اختبارها اكتر من مرة من العلماء والمؤرخين، ويكتشفوا ان كل كلامها 100% صحيح، والست دي ما بتكذبش، وتطلع كل المعلومات اللي هي بتقولها لهم حقيقية، وهم اساسا لسه ما عرفوهاش ولا اكتشفوها. واتصدموا كلهم. الموضوع ده عمل جدل كبير جدا، واتضح ان في تناسخ ارواح، وان في روح كاهنة مصرية هي اللي جوه دورسي حاليا. فهل يا ترى نفس الحوار ده بيحصل برضو مع الحاج كامل، وان روح اخناتون هي اللي موجودة جواه، وان في تناسخ ارواح بينهم؟ الله اعلم. بس خد بالك مش الحالتين دول بس اللي معاهم موضوع تناسخ الارواح والصدف دي كلها، ده في حالتين تاني اغرب منهم. برضو في شاب اسمه محمود الجمل من الصعيد، اهله بيقولوا ان الولد من طفولته وهو بيتكلم عن القدماء المصريين وعن الفراعنة والكهنة، كان بيتكلم عنهم كتير جدا، مش شوية كلام يعني، لحد ما في يوم من الايام قال لهم ان هو كاهن من كهنة معبد الكرنك اللي موجود في الاقصر. المشكلة ان كل ما محمود بيكبر بيفتكر معلومات تانية.
الطقوس اللي بتتعمل في المعابد وتقديم القرابين ووظيفته ككاهن بيعمل ايه بالظبط وعلاقته بالفرعون وهو بيعمل ايه تحديدا في المعبد. المشكلة ان هو ما بيقولش اي كلام وخلاص، ده كان بيوصف لهم المعابد اللي هو اساسا عمره ما راحها، ده غير انه كان بيقول لهم على الاماكن المقدسة اللي موجودة في المعبد. المشكلة ان اهله لاحظوا ان الولد بالفعل يعرف اللغة الهيروغليفية، وبما ان في الصعيد في معابد كتير وفي اماكن اثرية ومكتوب عليها بالهيروغليفي، فهم لاحظوا ان الولد بيقدر يقرا وبيقول لهم على معاني الحاجات دي. تعلق محمود بالحضارة المصرية كان كبير جدا لدرجة ان هو بقى يزور كل الاماكن الاثرية ويلف عليهم كلهم. المشكلة ان هو بيحس ان هو راح الاماكن دي قبل كده، دي مش اول مرة يروحها، وان هو كمان جاء عليها كذا مرة وعارفها بالتفصيل، مع ان الشاب اول مرة يروحها بالفعل. امال ايه الذكريات والمعلومات اللي في دماغه دي؟ وبرضه في طفل تاني اسمه محمد من الاقصر في الصعيد، من صغره وهو بيحكي لاهله عن نفس الكلام، ان هو فاكر حاجات مع ان هو ما راحش المعابد دي ولا عارف الطقوس دي ولا سمع عنها، ولكنه عارف حاجات بالتفصيل. وبدأ يقول لأهله على مكان سكنه اللي هو المفروض في مدينة طيبة، ودي كانت عاصمة مصر زمان، وبيأكد لهم برضو ان هو كان كاهن في معبد امون. طبعا اهل محمد كالعادة ما اهتموش بالكلام اللي بيقوله وفكروا ان دي مجرد تخاريف، طفل يعني ولا شاب صغير بيقول اي كلام، ولكن يتفاجئوا ان الولد عارف طريقة بناء المعابد وبيشرح لهم كانت بتتبني ازاي، ده غير ان هو عارف اسامي الالهة كلهم بتوع زمان، وعارف كمان العادات والتقاليد والطقوس والطوائف كلها وازاي كانوا بيتعبدوا، حاجات غريبة يعني. طبعا اهل محمد كانوا مستغربين، فكانوا بياخدوه للمعابد زيارات، ويتفاجئوا ان محمد بيأكد لهم ان هو عارف الاماكن دي، عارف كل المعابد وبيمشي فيها ويخش وسطها كأنه بالفعل جه كذا مرة. عامة يعني انا اعتقد ان حضارة عظيمة زي حضارتنا المصرية حاجة زي كده مش مستحيلة فيها، وده لان كل يوم بيتم اكتشاف حدث عظيم اكبر من اللي قبله. المهم يعني تعال اقولك على شوية حاجات غريبة كده تخص الاهرامات او المصريين القدماء. الهرم اضلاعه الاربعة متساوية بطول 230 متر بنسبة خطأ أقل من نص في المية، تحديدا 0.2%. ضيوف على كده ان محور الهرم الشمالي الجنوبي متوازي مع محور الارض بفارق 3/60 من الدرجة، ده غير ان ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة ما بين الشمس والارض 149.4 مليون كيلومتر. فهل دي صدفة؟ ولو خدت محيط الهرم وقسمته على ارتفاع الهرم هيطلع لك 3.14، او بمعنى اصح اللي هي الباي اللي انت اكيد استخدمتها كتير في العمليات الحسابية. ده غير ان الهرم ليه خصائص تانية غريبة جدا، يعني مثلا لو جبت اي موس حلاقة او اي حاجة يعني ليها سن هتبقى حادة جدا من تلقاء نفسها، ولو جبت لحوم وحطيتها جواه برضو مش هتتعفن، هتتحنط والسوائل اللي فيها تتشال ولكن مش هتعفن ابدا. ده غير ان الخناجر الحديد او اي حاجة حادة عامة لو سبتها الاف السنين جوه الهرم مش هتصدي ابدا. الهرم فيه بعض الغرف والاماكن جدرانها بتمنع وصول الشبكات ليها، مع ان الشبكة بتبقى واصلة في كل الاماكن عادي. ده غير كل ده وما تكلمناش عن ابسط حاجة اللي هي الحجارة بتاع الهرم نفسها، الحجم بتاعها والوزن بتاعها. انت متخيل ان وزن الحجر الواحد بيوصل ل 15 طن؟ خد بالك 15 طن ده في الهيكل بس، انما في حجرة الملك الحجر بيوصل ل 70 طن، وحجارة بالوزن ده لسه مش معروف هي ازاي اترفعت للارتفاعات العالية دي جدا. ده اساسا دلوقتي المعدات التقيلة اللي موجودة ما بتشيلش الاوزان دي كلها. طب يا سيدي بلاش القناع بتاع الملك توت عنخ امون اللي هو يعتبر اغلى قطعة اثرية موجودة على الارض باكملها،
ازاي القناع ده اكتشفوا ان هو معمول بالليزر وان هو معمول بحرفية شديدة حاليا يمكن من الصعب يعملوا زيه. ازاي اشخاص المفروض ان هم بدائيين وبيتعاملوا بالازميل وبادوات بسيطة جدا يعملوا حاجة زي كده؟ ده غير المعابد والمسلات والحاجات اللي احنا ما ذكرناش تقريبا ربعها. ده تفتكر كمان في حاجات احنا لحد النهاردة لسه ما نعرفهاش عن المصريين القدماء او لسه ما اكتشفناش اللي كانوا بيعملوه؟ الله اعلم. ولكن ناس بالفظاعة دي تفتكر غريب عليهم ان يكون عاملين حاجة تخص تناسخ الارواح؟ بص هو الله اعلم، انا ما بقولكش ان ده موجود او ان هو مش موجود، انا بس بدردش معاك يا اخي. فتفتكر كل اللي فات ده كان مجرد صدفة وان القصص دي عادي؟ يعني يفسر الموضوع ده بايه؟